هي ديّة بقى الأكلة اللي عمرها ما كسفتني، ولا في الصيف ولا في الحر ولا حتى في المصايف وفي النوادي. تعالَ أقول لك النهارده على أسرع غدا ممكن تعمليه ينفع كمان للعشا، سهل وسريع وطعمه حلو جدًا، والله بقى على الجمال، حاجة كده طعمها حلو أوي ولذيذة والكبار والصغير بيحبوها. تعالي نعمل مع بعض الحواوشي الإسكندراني وأقول لك إزاي بيتعمل بأسهل طريقة، وينفع كمان تسويه في الفرن وعلى نار البوتاجاز. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهاتي 4 كوبايات من الدقيق، حطي عليهم رشة ملح حلوة كده بمعدل نص معلقة، وبعد كده هنحط معلقتين من السكر ومعلقة من الخميرة. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه، ونبدأ اللي احنا نعجنه بشوية مية دافية، شوية بشوية كده تنزلي بالمية لحد ما العجينة تتلم معاكي. عايزة اقولك بقى الأكلة دي حلوة قوي، طعمها بيكون لذيذ كده وطعمها حلو قوي، لازم تعمليها، جربيها وادعيلي. يلا بقى منشن وشيل للناس اللي بتحب الوصفات السهلة السريعة ومش هتقف في المطبخ كتير والله. نبدأ ننزل بقى بالمية شوية بشوية لحد ما تتعجن معانا بالشكل دوت كده. بعد كده بقى هبدأ اللي انا بعد ما اعجنها معايا وتتلم معايا خالص هقولك نعمل فيها ايه. هتعجنيها لمدة 3-4 دقايق كده لحد ما تتعجن معاكي. خلاص في الوقت دوت بقت تمام بالشكل دوت كده. هنزل كده بحوالي ربع كوباية من الزيت، هقلب بقى الكلام ده كله او هعجن الكلام ده كله. اول ما تحطي الزيت هتحسيها اللي هي بدأت اللي هي تفرول معاكي، ما تخافيش، استمر في العجن لحد ما تديكي الملمس اللي انت شايفاه دوت. في نفس الطبق اللي احنا عجننا فيه هنحط شوية زيت بس من فوق، وعلى وش العجينة شوية من الزيت، ونغطيها ونسيبها تخمر. معايا 3 بصلات حلوين كده، وكمان طماطمايه وقرن فلفل رومي، لو عايزة تحطي فلفل حراق مفيش مشاكل. ضربتهم في الكبة ونزلت عليهم بنص كيلو من اللحمة المفرومة. ضربت اللحمة مع الخضار تاني في الكبة، نزلت عليها بقى بإيه، بملح وفلفل اسود وشوية من بهارات اللحمة. تمام كده. معلقتين كبار من الطحينة، وديت اختياري، ممكن تستبدليهم بمعلقتين دقيق لو انت حابة، لو مفيش طحينة يعني، عشان اللحمة بس ما تكشش. وبعد كده هكون محضرة معايا كوباية من الجبنة الايه الميكس، عبارة عن شيدر وموتزاريلا، وديت اختياري، بس هتخلي اللحمة معاكي طعمها حلو كده، وتحسي اللي هي ايه، طرية كده، طرية وناعمة معاكي. خلاص دلوقتي العجينة كانت خمرت معايا، ما كملتش يعني، عايزة اقولك تلت ساعة وكانت خمرت معايا بالشكل دوت كده. هقطعها بقى، عايزاها الكورة اللي انا هعملها حجمها متوسط، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، يعني ممكن نقول كده قد البرتقانية كده اللي هي البلدي. بعد ما قطعت الكمية كلها وشكلتها كور بالشكل دوت، هاخد اول واحدة انا عملتها وافردها بالشكل دوت كده. هجيب بقى قطعة لحمة حلوة كده اللي احنا متبلينها، واحطها في قلبيها، وابدأ اللي انا اقفلها زي البقجة بالشكل دوت كده. اولا احنا مش عايزين العجينة من جوه تبقى سمكها تخين كده، علشان خاطر وانت بتاكلي تبقي مستمتعة بالرغيف وانت بتاكليه كده. خلاص هحطها بقى في صينية مدهونة من الزيت. تعالي نعمل مع بعض واحدة تانية، قطعة اللحمة ونقفلها بالشكل دوت كده. عايزة اقولك حكاية، طبعا تقدري تستبدلي اللحمة بأي حاجة انت عايزاها. طب اللحمة هتستوي؟ هتستوي وهتبقى طعمها حلو قوي، والعيش بقى هيشرب كده من طعم اللحمة والدهون اللي موجودة في اللحمة، هيبقى طعمه جميل قوي كده. خلاص دهنت الصينية سمنة وحطيت العيش بتاعي وعملت الكمية كلها. جبت بقى معايا بضاية عليها كيس صغير كده من الفانيليا، او ممكن تحطي معلقة خل او رشة فلفل اسود اللي انت عايزاه. هندهن بيها العيش. طبعا تقدري تستبدلي البيض بشوية حليب لو انت حابة، شوية سمسم فوق الوش، وهندخلهم الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200، واهم حاجة الفرن يكون شغال قبليها ب10 دقايق. تمام كده تمام. بعد كده بقى ايه، قلت اعمل شوية كمان صغيرين كده علشان خاطر اوريك اللي هو ممكن يستوي على النار من فوق، ومش شرط جريل، ممكن تسويه في صينية حتى عادية خالص، الصينية اللي احنا بنعمل فيها الكيك اي حاجة، او طاسة المتوفر عندك يعني. شوية زيت وابدأي وطي النار خالص عشان اللحمة اللي جوه تستوي، عشان ممكن ياخد معاكي وش لكن اللحمة من جوه تكون لسه نية. طبعا عايزه اقولك ما بياخدش وقت خالص، والموضوع بسيط قوي وسهل وحكايه كده، كفايه اللي هو طعمه لذيذ جدا. اول ما يخرج من الفرن اديله بس بخه بسيطه جدا من الميه عشان تحافظي على الطراوه بتاعته، وغطيه باي فوطه نضيفه عندك، وسيبيه لمده 3 دقايق. وبعد كده قدميه بقى
شويه خيار مخلل، شويه سلطه بلدي، الموضوع هيكون لذيذ قوي. يلا بقى منشن وشير للناس اللي بتحب الوصفات السهله السريعه. جو حر قوي، مش عايزين نقف في المطبخ كتير، ينفع ناخده معانا النادي واحنا رايحين، ينفع سندوتشات للمصيف. العيش طري ولذيذ، شرب من طعم اللحمه، الملح اللي احنا حاطينه في العجينه طعمه حلو قوي.